في مسألة ضرورية نبهني إليها بعض الأخوة، وهو قيام رمضان. تعلمون يا أخوة، رمضان على الأبواب، والمساجد بفضل الله كثيرة جدا، وهذه من نعمة الله علينا وعليكم. فنداء ورجاء ونصيحة، إيش سموها أخوة الأئمة يعني اللي عندهم حفظ ما يبخلون في يعني التنقل على المساجد التي ليس فيها أئمة. بعض المساجد يا أخوة إما ما معين عليها إمام، أو الإمام المعين عليها يعني ربما قليل الحفظ أو لا يحسن القراءة. وهذه فرصة يا أخوة للإخوة الذين عندهم حفظ وضبط، فرصة، لأنه كان من دعاء الأنبياء: وجعلني للمتقين إماما. وإن كانت المقصود به الإمام العامة، لكن إمامة الصلاة إمامة عظيمة جدا. وأنت عندما يعني تحسن الصلاة، كم يصلي وراءك إن شاء الله بإذن الله يكون لك أجر عظيم. فأريد هذه السنة يكون القيام فيها مميز، من جهة يعني القراءة الهادئة، لا نقول التطويل الإشاق على الناس، لكن أيضا ليس السرعة اللي مخلة، لأنه في بعض المساجد تنتهي الصلاة بثلث ساعة أو أقل. وهذا نداء أيضا للمصلين، هذه فرصة، وهذا شهر هو في العمر يأتينا مرة. تعاونوا مع الأئمة يا أخوة. يعني كم نقضي من الأعمار ويعني الأعمال في نهارنا، عندما نأتي إلى الصلاة نحاسب الإمام على دقيقة ودقيقتين وثلاث. فأنا أريد من الناس عموما أنه يشجعوا الأئمة، يقولون طولوا يا أخوان، طولوا، تعلم على صلاة القيام الهادئة فيها يعني نوع من الطول. هذه واحدة. ثانيا، أهل السيارات يا أخوة، هذه فرصة للجهاد وجهاد الدعوة، وجهاد دعوة من أعظم الجهاد. يعني بعض الأخوة ما تطمع منه أنه يذهب يأتي بخطيب أو إمام إلى المسجد. يا أخوة، الذي يبقى معك أو اللي يبقى لك من سيارتك هو ما تسخره لله. يعني على مدار السنة السيارة تكون في مصالح الدنيا، وهذا أمر مباح يعني، لكن جود بسيارتك يا أخي. أنت تطوع، قل الإمام الفلاني اليوم إن شاء الله أنا أذهب إليه وفطورة عندي وأرجع عنه، بكل سخاء وبكل يعني طيب نفس. لأنه بعض الأئمة وبعض الخطباء يتمنى يروح يعني يعطي درس في مكان فلان، لكن ما عنده سيارة، وأهل السيارات ما يجودون بذلك. لا نقول جود بسيارتك جملة وتفصيلا، لا، أنا أقول يعني سخرها ولو أيام قليلة. في كل منطقة في أخوة عندهم سيارات، يعني الله جل وعلا رزقهم، فيتعاون مع الإمام، يجعل يعني مع الإمام المسجد الراتب، يقول نجعل يعني جدول يعني نستخدم به الخطباء والدعاة، وأنا علي سيارتي وفلان عليه كذا وفلان عليه كذا، فيكون نوع من النشاط ونوع من الدعوة ونوع من الجماعة. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم.